زيزو بعد ما مضى في الاهلي على فكره بقى معانا فويس نوتس وواتساب سكرين شوتس موجوده على تليفون عمرو الجنايني وهو بيبكي بيتحايل على عمرو الجنايني انه يخلصوا من عقد الاهلي. خان الزمالك طبعا. خان ليه؟ خان الزمالك لان الزمالك كان هو اللي عمله. زي هو حد كان يعرف زيزو لما قبل ما يجي الزمالك؟ لا ما حدش يعرف. طيب امال ايه؟ هو ازاي لاعب كان نجم الزمالك الاول يبقى النهارده بيتوصف بالخاين؟ هل فعلا زيزو بكى وطلب يرجع للزمالك بعد ما وقع للاهلي، ولا دي مجرد تصريحات ناريه من غير دليل؟ وليه الزمالك متفائل قوي في قضيته ضد زيزو؟ كل الاسئله دي هتعرف اجاباتها في فيديو النهارده، واللي هنعرض فيه القصه الكامله لاخطر تصعيد في ازمه زيزو وميدو، فخليك معانا لاخر الفيديو علشان تعرف كل التفاصيل. القصة انفجرت بعد ما أحمد حسام ميدو طلع في بودكاست مع الإعلامي أبو المعاطي زكي وفتح النار بشكل مباشر على أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق. ميدو قالها صريحة ومن غير تراجع: زيزو لاعب خاين والزمالك هو اللي صنع اسمه وشعبيته، محدش كان يعرفه قبل الزمالك. انت بتكرهه؟ خالص. بكره مين؟ بكرهه ليه؟ راجل جاله عقد وجاله عرض زي كل اللعيبه اللي بتاع، واختار ان هو جاله عرض. استحملت عليه قوي. اللي في ايه؟ في هجومك عليه. اللي هو ايه؟ اللي هو قلت عليه ايه؟ يعني انه خان الزمالك. خان الزمالك طبعا. خان ليه؟ خان الزمالك لان الزمالك كان هو اللي عمله. زي هو حد كان يعرف زيزو لما قبل ما يجي الزمالك؟ لا ما حدش يعرف. طيب امال ايه؟ وميدو كشف ان وقت ما كان موجود في لجنة التخطيط كان متأكد ان زيزو وقع للاهلي من بدري، وقال للإدارة نقدم له عرض ونسيبه اسبوع، لو ما مضاش يتجمد. وبالفعل حسب كلامه زيزو اتجمد بعد ما اتصور في السفارة الامريكية وهو بيطلع تأشيرة للسفر مع الاهلي والمشاركة في مونديال الاندية. وميدو اكد ان الزمالك عرض على زيزو 100 مليون جنيه في السنة والفلوس كانت جاهزة، لكن الازمة الحقيقية حسب كلامه كانت في والد زيزو اللي طلب 29 مليون جنيه عمولة شخصية والادارة رفضت لان الطلب ده ما كانش متفق عليه من البداية. والزمالك كان عارض عليه 100 مليون جنيه في السنه. طب ما دفعش ليه؟ يعني ايه ما دفعش ليه؟ ما جابش ليه الفلوس؟ الفلوس كانت جاهزه. امتى كانت جاهزه؟ كانت جاهزه الوقت اللي اتعرض عليه فيها. اول مره ولا تاني مره ولا 10 مرات؟ من اول مره جاهزه. ابوه بعد ما الزمالك اتفق على كل حاجه طلب 29 مليون جنيه زياده عموله ليه. فالكابتن حسين لبيب رفض. قال لك ادي لابوه ليه؟ ده ابوه ادي له ليه 29 مليون جنيه؟ مبابي بتاخد وابو نيمار بياخد. والله كان كنت تتفق من الاول. والمفاجأة الأكبر ميدو قال إن زيزو بعد ما وقع للأهلي بعت رسالة صوتية لعمرو الجنايني وكان بيبكي، والرسالة حسب رواية ميدو كان بيقول فيها أبوه هو اللي ورطه في العقد وعايز حل يرجعه الزمالك. وميدو أكد إنه سمع الرسالة بنفسه. زيزو بعد ما مضى في الأهلي على فكرة بقى معانا فويس نوتس وواتساب سكرين شوتس موجودة على تليفون عمرو الجنايني وهو بيبكي بيتحايل على عمرو الجنايني انه يخلصوا من عقد الاهلي، وان اللي ورطه في عقد الاهلي ابوه. موجودة دوكيمنتد موثقة مع عمرو الجنايني في تليفونه. انا شفتها وسمعتها بنفسي. وحياة عيالك انت سمعتها؟ وحياة ولادي سمعتها وشفتها. طب قول لي محتواها. ما انا بقول لك اهو. بيقول ايه؟ بيقول ان خلصوني من عقد الاهلي، انا عايز اكمل في الزمالك وياخد نفس الفلوس. وياخد نفس الفلوس. لا ما بيتكلمش في الفلوس بقى. الفلوس يعني هياخد نفس الفلوس اللي بياخدها في الاهلي؟ ما كان الخلاف على الفلوس. بقول لك عمرو الجنايني حي يرزق. ماشي اساله. تمام. والرد ما تأخرش. سيد مصطفى والد زيزو خرج ونفى كل الكلام ده جملة وتفصيل، وقال مفيش تسجيلات صوتية من الأساس. زيزو وقع للأهلي عن اقتناع كامل، لا بكى ولا طلب يرجع للزمالك. وطالب ميدو وقال لو معاك تسجيلات طلعها للناس، وأكد إن زيزو مركز بس في مشواره مع الأهلي ومش شاغل باله بالكلام الإعلامي. وحسب مصادر قريبة زيزو بدأ يفكر في الرد القانوني على تصريحات ميدو، بس مستني موافقة إدارة الأهلي قبل أي خطوة رسمية. واللاعب قرر ما يدخلش في خناقات إعلامية ويخلي الرد من خلال القانون بس. وفي المقابل مصدر داخل نادي الزمالك أكد ثقته الكاملة في موقف النادي القانوني، وإنه تم تقديم ملف كامل بالمستندات، والزمالك شايف إن موقفه سليم
100%. والقضية بتشمل مطالبة زيزو بمستحقات مالية، والزمالك بيرد ان الفلوس اتخصمت غرامات بسبب غياب اللاعب، وكمان طلب عقوبات على زيزو بسبب التحايل في ملف التوقيع للاهلي. وكل ده موجود في ملف واحد قدام لجنة شؤون اللاعبين. وفي النهاية دلوقتي القصة بقت مش مجرد انتقال لاعب، دي أزمة كرامة، فلوس وتسجيلات وقضايا قانونية. والسؤال بقى مين معاه الحقيقة؟ وهل ميدو هيطلع التسجيلات ولا زيزو هيكسب المعركة بالقانون؟ الايام الجايه هي اللي هتحسم الكلام. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واستنونا دايما مع كل جديد مع قناتكم ترندات وبس. سلام.